هنتكلم النهارده على سيناريو تاني ازاي تقدر تكتب تيست لسمارت كونتراكت باستخدام الفاوندري فريم ورك، لان هي مكتوبه بلغه البرمجه سوليديتي. وليكن عندنا دلوقتي سمارت كونتراكت محتاجين نعمل ليه تيست للفانكشن ديت بحيث نشوف السمارت كونتراكت دوت بيشتغل بالطريقه اللي احنا محتاجينها او بطريقه صحيحه ام لا. وليكن دلوقتي عندنا السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. هنعمل ليه كذا تيست. اول تيست معانا عندنا الداله اللي هي كونستراكتور ديت واللي هي بايبل بتقبل ايثيريوم، واحنا قلنا في نفس الوقت هنشحن السمارت كونتراكت الخاص بينا دوت بايثيريوم، بحيث اللي يستدعي الفانكشن ديت بالتخمين الصحيح يقدر يسحب الايثيريوم اللي موجود في اللعبه ديت او في السمارت كونتراكت دوت. فاول حاجه عاوزين نتاكد منها، هل فعلا انا لما ارسل ايثيريوم واحنا بنعمل الكونستراكتور او بنستدعي الداله ديت او بنعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت دوت، الايثيريوم فعلا هيوصل للسمارت كونتراكت. فعاوزين نتاكد من رصيد السمارت كونتراكت، هل هو فعلا بيساوي الايثيريوم اللي ارسلناه مع الداله ديت. تاني تيست معانا دلوقتي الفانكشن بلاي ديت، لو حد استدعى الفانكشن ديت بنفس التخمين الصحيح اللي هو بلوك دوت تايم ستامب زائد بلوك دوت نمبر، هل هيتم ارسال الايثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت دوت للشخص دوت. تالت تيست معانا، طيب افرض حصل العكس، لو حد خمن تخمين غير صحيح ايه اللي هيتم، هل برضه هيتم ارسال الايثيريوم ليه او ايه اللي هيتم. رابع تخمين معانا دلوقتي، لو في كذا شخص بيستدعي الفانكشن ديت في نفس الوقت ايه اللي هيتم في السمارت كونتراكت او هيكون التصرف ازاي. خامس تيست معانا دلوقتي، وليكن حد خمن التخمين الصحيح وتم سحب الايثيريوم من السمارت كونتراكت وارساله للشخص دوت. طيب بعد كده لو حد استدعى الفانكشن ديت سواء في تخمين صحيح او تخمين غير صحيح، ايه اللي هيتم في السمارت كونتراكت. فالمهام او اللي مطلوب منا دلوقتي ان احنا نعمل زي ما قلنا كده 5 تيست. اول حاجه تيست انيشال بالانس، عايزين نتاكد ان الرصيد في السمارت كونتراكت بشكل صحيح. والتيست كوريكت جيس في حاله التخمين الصحيح، وفي حاله التخمين الغير صحيح تيست انكوريكت جيس، وفي حاله المالتيبل لو كذا شخص بيعمل كول للفانكشن. والحاله الاخيره ايه اللي هيتم بعد ما يتم سحب الايثيريوم او شخص خمن التخمين الصحيح وتم ارسال الجائزه ليه او الايثيريوم ليه، ايه اللي هيتم. لما تيجي تكتب سمارت كونتراكت او لما تيجي تكتب تيست باستخدام فاوندري، هتروح على فولدر اللي هو تيست دوت، وهنعمل فايل جديد وهنسميه جيم تيست دوت تي. تي ديت اختصار تيست دوت اس او ال. طيب انا ممكن اكتب تيست دوت في الاس ار سي او في سكريبت، ممكن تكتبه في اي مكان عادي، بس الستاندرد او يفضل يكون في الفولدر اللي هو تيست. واي فانكشن اصلا هتبداها بكلمه تيست هيتم عمل لها تيست بشكل اوتوماتيك. هنروح على السمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه تيست اللي هو الجيم. تعال ناخد اللايسنس والبراجما. اول حاجه هنعمل امبورت لمكتبه موجوده في الفاوندري بحيث هي اللي بتقدر تساعدنا نكتب التيست بتاعنا. فهنقول له امبورت، طبعا موجوده في الفورج داش اس تي دي في الفولدر دوت، واسمها تيست التي كابيتال دوت اس او ال. وهنعمل امبورت للسمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه تيست، موجود في الفولدر اللي هو اس ار سي والاسم جيم دوت اس او ال. هنكتب الكونتراكت الخاص بنا كونتراكت، هنسميه جيم تيست از تيست التي كابيتال، لان هو معمول لي انهيرنس من السمارت كونتراكت اللي هو التيست او المكتبه اللي هي تيست كونتراكت لازم صح. تمام. اول حاجه هنبدا بيها التيست بتاعنا او الحاجه الستاندرد اللي موجوده دايما او هتشوفها دايما، فانكشن اسمها سيت اب. الفانكشن ديت بنجهز فيها بيئه العمل اللي هتكون موجوده معانا في التيست دوت. الفانكشن ديت زي ما قلنا كده حاجه ستاندرد بتشتغل او بيتم استدعائها قبل كل فانكشن بتعمل ليها تيست. فنقول فانكشن سيت. الفانكشن في التيست بتبقى كلها بابليك. اول حاجه احنا محتاجين نعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه تيست اللي هو جيم. هنعمل له ديبلوي وهننشئ منه سمارت كونتراكت جديد وليكن جيم جي سمول بيساوي
نيو، احنا عاملين له مثلا من الجيم. طيب السمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه ديبلوي دوت، محتاجين ان احنا نرسل معاه ايثيريوم بحيث يكون الرصيد اللي موجود معانا. فعشان نرسل ليه ايثيريوم هنفتح بعد كلمه جيم ديت كيرلي براكت، وهندخل الفاليو مرتين في بعض، وليكن 1 ايثر. يبقى معنى السطر البرمجه دوت ايه اللي احنا عملنا ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم، لان احنا محتاجين نعمل ليه تيست. فمحتاجين اول حاجه نعمل ليه كومبايل، وبعدين نعمل ديبلوي، وبعدين نعمل ليه تيست. دوت معنى السطر البرمجي في الفانكشن السيت اب. تاني خطوه معانا محتاجين اكونت اللي هو هيقدر يستدعي الفانكشن اللي هي مثلا في السمارت كونتراكت اللي هو الجيم، وسواء هيستدعيها بالطريقه الصحيحه بالتخمين الصحيح او التخمين الخطا. فعشان نعمل اكونت في فاوندري، وليكن هنسميه بلاير 1 بادرس بلاير 1 هيساوي وليكن اي حاجه 1 2 3 4. بس طبعا في سوليدتي ما نقدرش نحول من الادرس للبلاير او يعمل كاستنج على طول، فهنحطها في نعرفه ان ده هيكون ادرس. تمام. يبقى معنى السطر البرمجي دوت ليه اللي احنا معانا اكونت اللي هو هيقدر مثلا نستخدمه في ان هو يعمل كول للفانكشن مثلا اللي هي بلاي، او اللي هو اليوزر اللي بيستخدم السمارت كونتراكت. تالت حاجه معانا احنا محتاجين الاكونت اللي احنا عملناه دوت اللي انشأناه اللي هو البلاير دوت نديله رصيد بحيث يدفع منه الجاز والرسوم. فعشان نعمل كده بنستخدم حاجه اسمها في ام دوت ديل، ودي خاصه بفاوندري. هنقول له البلاير 1 كوما بلاير 1، وليكن هنديله رصيد 1 ايثر. تمام كده. يبقى احنا دلوقتي عملنا ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه تيست، وعملنا اكونت اللي هو بلاير 1، وفي نفس الوقت شحنا الاكونت بواحد ايثر، وشحنا السمارت كونتراكت اللي هو الجيم بواحد ايثر. الخطوه اللي بعد كده عايزين بقى اول حاجه زي ما قلنا هنعمل تيست للفانكشن اللي هي تيست انيشوال بالانس. احنا دلوقتي بنقول ان احنا شحنا السمارت كونتراكت دوت بواحد ايثر، واحنا بنعمل ليه ديبلوي. عاوزين نتاكد الكلام دوت فعلا صحيح، فهنكتب فانكشن وهنسميها تيست انيشوال بالانس. بابليك اي فانكشن محتاج تكتب لها تيست لازم تبدا بكلمه تيست. لو ما بداتش بكلمه تيست مش هيتم استدعائها او مش هيتم عمل ليها تيست. فالكلمه ديت مهمه جدا. اي حاجه او اي فانكشن في السمارت كونتراكت او في التيست اللي احنا بنكتبه لازم تبدا بكلمه تيست. احنا محتاجين نعرف ايه او محتاجين نتاكد من ايه؟ محتاجين نتاكد ان الرصيد في السمارت كونتراكت دوت بيساوي الواحد ايثر اللي احنا اديناه له في الفاليو هنا. فعندنا حاجه في الفاوندر اسمها assert equal، وتفتح قوس وتحط القيمتين اللي انت عاوز تقارن بينهم اللي هي ايه الكومه دي. اول حاجه احنا عايزين نتاكد من ايه؟ عاوزين نتاكد من الجيم. لاحظ ان احنا ابتدينا بالجيم اللي هي ايه الجي سمول، لان ده السمارت كونتراكت اللي عملنا ليه ديبلوي او السمارت كونتراكت الجديد معانا من السمارت كونتراكت اللي هنعمل ليه تيست. فهنقول الجيم دوت بالانس المفروض بيساوي ايه؟ المفروض بيساوي واحد ايثر. طب الجيم ده عباره عن ايه، او احنا عايزين نستهدف ايه هنا، او بنستعلم على ايه؟ على الادرس بتاع السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. هل الرصيد اللي فيه بيساوي واحد ايثر؟ فلازم نحط هنا كلمه ادرس. عندنا مشكله هنا ان هو بيقول لك مثلا انت بتقصد هنا الجيم اللي هو بالجي كابيتال. فالمشكله ديت عشان احنا مثلا عاوزين نعرف دوت بره الفانكشن اللي هي سيت اب. فاحنا قلنا الجيم هنا بتساوي جيم ديت، فاحنا ايه هنخليها بره الفانكشن. هنقول له الجيم هي بتساوي الجيم
ونيجي جوه الفانكشن هنا نحذف كلمه الجيم بالجي كابيتال. تمام، قال مفيش مشاكل. تاني حاجه هنا بقول لك ان دوت انت ممكن تعمل فانكشن ديت طالما بتقرا او بتستعلم على حاجه من البلوك تشين، ان هي تخليها فيو، تبقى بابليك فيو. طيب دلوقتي احنا كتبنا التيست بتاعنا، ازاي نعمل رن للتيست دوت؟ تيرمينال عن طريق فورج تيست. نو تيست فاوند ان ذا بروجكت، او هنعمل كنترول اس. تمام، قال لك اول حاجه عمل كومبايلر سكسسفول، مفيش اي مشاكل في الكود وعمل كومبايل. تاني حاجه بقول لك ان هو عمل تيست، والتيست دوت 1 باس وصفر فيلد، وهو عمل تيست ليه؟ تيست انيشوال بالانس. تمام، يبقى احنا كده اول حاجه ديت تيست بالانس ديت تمام. التيست انيشوال بالانس، عاوزين نعمل بقى تيست لو كوريكت جيس. لو دلوقتي حد خمن التخمين الصحيح وعمل كل الفانكشن ديت، هيتم سحب الايثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت ويتم ارساله ليه. نكتب ده ازاي؟ هنقول له برضه هنا فانكشن تيست كوريكت جيس بابليك. اول حاجه آلية التخمين الصحيحه هتتم عن طريق ايه؟ عن طريق البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر. فهناخد السطر دوت كده، وهنقول له هنا مثلا ايه دوت الكوريكت جيس. تمام، عندنا حاجه تاني في فاوندري بقى، اللي هي في ام دوت برانك، احفظه زي ما هي كده، بلاير 1. معنى السطر دوت ايه؟ معنى السطر دوت ان انا بقول له دلوقتي البلاير 1 هو اللي هيعمل ران، وهو اللي هيشتغل بعد كده. طب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ انا عاوز استدعي الفانكشن اللي هي بلاي ديت، البلاير 1 يستدعي الفانكشن اللي هي البلاي ديت، ويمرر الفانكشن ديت اللي هو الكوريكت جيس، اللي هو عن طريق البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر. فهنقول له ازاي الكلام دوت؟ هنقول له الجيم اللي احنا عملنا ليه ديبلوي دوت، هو ظهر لك الفانكشن هي بلاي اللي روحه، وفي الفانكشن البلاي ديت هتمرر الكوريكت جيس. تمام كده، يبقى اللي عند السطر دوت احنا دلوقتي استدعينا الفانكشن اللي هي البلاي، والبلاير 1 هو اللي استدعى الفانكشن ديت ومرر الكوريكت جيس عن طريق البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر، نفس الآلية اللي بيستنتج بيها الراندوم نمبر في الجيم. دلوقتي بقى المفروض معانا دلوقتي ان رصيد البلاير 1 هو كان عنده 1 ايثيريوم، المفروض رصيده يبقى كام؟ يبقى رصيده 2 ايثيريوم. فهنقول له اسيرت، عايزين نتاكد بقى، اسيرت ايكوال، نفتح قوس، وهنقول له البلاير 1 دوت البالانس الرصيد بتاعه المفروض بيساوي كام دلوقتي؟ 2 ايثر. وايه اللي اتغير تاني معانا؟ المفروض دلوقتي الرصيد بتاع السمارت كونتراكت اللي هو الجيم المفروض بيساوي دلوقتي 0. اسيرت نوت ايكوال الادرس للجيم دوت بالانس المفروض بيساوي 0. كنترول اس. تعالى نتاكد من الكلام دوت، ونعمل اول حاجه فورج كلين، فورج تيست. تمام، عمل دلوقتي 2 باس وصفر فيل، اللي هو عمل التيست كوريكت جيس والتيست انيشوال بالانس. كده يبقى احنا عملنا ايه؟ اول مهمتين معانا اللي هو التيست انيشوال بالانس والتيست كوريكت جيس. اللي بعد كده افرض التخمين غير صحيح، هناخد نفس الكلام، هي الفانكشن دي ناخدها كلها كده، كوبي، هنقول له هنا ديت تيست انكوريكت،
وآلية التخمين هنا هتكون بقى أي حاجة غير البلوك دوت تايم ستامب زائد البلوك دوت نمبر. ممكن تخليها مثلا 1. أنا بقول له مرر لي الرقم 1 دوت أكن ده الرقم اللي أنا خمنته التخمين الصحيح في الفانكشن اللي هي بلاي، وهنقول لي كوريكت incorrect guess. هنغيرها هنا برضو. المفروض دلوقتي اللي يتم بقى هيكون البلاير 1 رصيده زي ما هو 1 ايثيريوم لان هو ما خمنش التخمين الصحيح، ومفروض رصيد السمارت كونتراكت 1 ايثيريوم. في الفانكشن اللي هي السيت اب ديت زي ما قلنا كده، الفانكشن ديت بيتم استدعائها قبل كل فانكشن بتعمل ليها تيست. بمعنى مش معنى دلوقتي ان مثلا البلاير 1 رصيده 2 ايثيريوم يبقى هنا 2 ايثيريوم، لا، هو بيصفر العداد في الفانكشن اللي بعد كده بيستدعي الفانكشن اللي هي سيت اب اللي هي فيها الرصيد بتاع البلاير 1 ايثيريوم، وان الرصيد السمارت كونتراكت 1 ايثيريوم، ويبدا الشغل من جديد. فتعالى نعمل فورج تيست. كنترول اس الاول احفظ. في مشكله هنا في اللي هي التيست انكوركت جيس. هو بقول لك اهوت ان في مشكله او في تيست فيل لان احنا هنا عاملين الواحد. فهو بقول لك الواحد ده ايه مش فاهمه. حتى بقول لك هنا ده عباره عن 1 ايثيريوم بس بالوي، وهنا ما بيساويش القيمه الثانيه اللي هي الواحد. فهنقول هنا كلمه ايثر. كنترول اس احفظ. فورج كلين كلير. تمام. دلوقتي هو بقول لك 3 باص اللي هي التيست كوركت جيس والتيست ان كوركت جيس والتيست انيشوال بالانس. التيست اللي بعد كده لو في كذا واحد بيستدعي الفانكشن ديت ايه اللي هيتم؟ اللي هو التيست المالتيبل اتمب. فعشان نعمل التيست ديت احنا محتاجين اكونت تاني بحيث ان الاثنين اكونت يستدعوا الفانكشن سواء بيستدعوها بطريقه صحيحه او بكوركت جيس او انكوركت جيس. فاحنا محتاجين بلاير تاني. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ هنقول له هنا ادرس بلاير 2 هيساوي ادرس 5 6 7. هنا ممكن تدخل اي ارقام عادي. هو فاوندري بيحول الارقام ديت لادرس تبع شبكه الايثيريوم، ان هو ادرس ليه بتات معينه او عدد معين او حجم معين. وفي نفس الوقت هنروح في الفانكشن سيت اب هنقول له ان برضو البلاير التاني دوت او الاكونت التاني اديله رصيد بحيث يقدر يدفع الجاز والرسوم والفيز. بلاير 2 وليكن اديله 1 ايثر. هنعمل التست الرابع فانكشن public. اول حاجه هنستدعي الاكونت الاولاني vm دوت برانك بلاير 1. هنقول له وليكن دوت مثلا هيخمن تخمين صحيح correct number block دوت تايم ستامب. ده بلوك. تمام. وهنقول له الجيم دوت البلاي الكوريكت نمبر.
المفروض في الوقت دوت الاسيرت ايكوال البلاير 1 بالانس المفروض هيساوي 2. تمام. هنستدعي البلاير تاني في نفس الفانكشن vim دوت برانك بلاير 2، وليكن دوت هيخمن التخمين الخاطئ. هنقول له مثلا الجيم دوت بلاي مرر لي اي رقم. مفروض بقى رصيد البلاير 2 يفضل زي ما هو 1 ايثيريوم دوت. تمام. وبقى في التيست مالتيبل اتم ديت في دلوقتي عندنا 2 اكونت. الاكونت الاولاني خمن التخمين الصحيح، وبالتالي المفروض الايثيريوم اترسل ليه، وهو كان معاه 1 ايثيريوم والسمارت كونتراكت فيه 1 ايثيريوم، فرصيده بقى 2 ايثيريوم. وفي نفس الوقت كان في اكونت تاني اللي هو البلاير 2 استدعى نفس الداله، بس الرقم اللي خمنه غير صحيح، فالمفروض رصيده يكون زي ما هو اللي هو الواحد ايثر. تعال نعمل فورج تيست. تمام. بقول لك هو الباص 4 0 فيل، منهم اخر فانكشن عاملاه او اخر تيست عاملاه اللي هو تيست مالتيبل اتم. طيب خلينا نغير دلوقتي ونقول له رصيد الشخص التاني 2 ايثيريوم. هل الكلام ده صحيح؟ اوبس، هيقول لك يا معلم في مشكله معانا اهوت في الفانكشن اللي هي تيست مالتيبل اتم. بيقول لك ان في حاجه في الاسيرت اللي انت عملتها اللي هي بلاير 2 في ان رصيده دوت 1 وانت بتقول له هو بيساوي 2. ففهمنا كده فكره التيست، فهنرجعها تاني للرقم الصحيح. كنترول اس احفظ فورج تيست. تمام. التيست معانا عمل باص بشكل سليم. اخر حاجه معانا او اخر حاجه هتكون موجوده في المحاضره ديت اللي هي التيست كانت وذرو. ايه اللي هيتم بعد ما مثلا شخص يستدعي الفانكشن بطريقه صحيحه ويتم ارسال ايثيريوم ليه، وفانكشن تاني او يجي شخص تاني واستدعى نفس الداله بطريقه صحيحه، ايه اللي هيتم؟ تعال نجرب كده. نقول له فانكشن كتر فانكشن. هناخد نفس الكلام في الفانكشن قبل كده اللي هو بلاير 1 خمن بطريقه صحيحه، والبلاير 2 هنخليه يخمن بطريقه صحيحه برضه. هنا الفي ام بلاير 1 استدعى مثلا البلاير 1، هنقول دي كوريكت نمبر نخليها سمول نغيرها، وهنغيرها هنا. تمام. يبقى البلاير 1 هيبقى رصيده 2 ايثيريوم. في نفس الوقت الفي ام هنجيب نستدعي البلاير 2 وهنقول له برضو خمن الرقم بطريقه صحيحه. نسميها كوريكت وبس. وهنقول له هنا استدعي الفانكشن اللي هي بلاي ومرر ريها اللي هو كوريكت. تمام. هل رصيد دوت هيكون 2؟ طب ازاي هيكون 2 وهو اصلا الشخص الاولاني اللي استدعى الفانكشن في الاول تم سحب الرصيد اللي في السمارت كونتراكت دوت. فخلينا نجرب دوت ان دوت برضه هياخد 2 ايثيريوم، وهنعمل فورج تيست. هو بيقول لك في الفانكشن الاخيره او في التيست الاخير في مشكله معانا
ان هو رصيده بيساوي 1 وانت عامله رصيده بيساوي 2. نخليه 1 عشان نتأكد. تمام، دلوقتي بقول لك اهو الخمسه فانكشن او الخمسه تيست اللي انت عملتهم باص. لان هنا دوت طبيعي جدا ان الشخص الاولاني خمن التخمين الصحيح وتم ارسال ليه الايثيريوم اللي موجود في السمارت كونتراكت. فالشخص التاني حتى لو خمن التخمين الصحيح ما خلاص ما بقاش فيه رصيد في السمارت كونتراكت. يبقى النهارده اتعرفنا ازاي تكتب تيست باستخدام فاوندري. يبقى اول سيناريو معانا او اول سيناريو بدانا بيه المحاضرات بتاعتنا قبل كده، اللي احنا عملنا سمارت كونتراكت عمل اتاك على السمارت كونتراكت اللي هو الجيم وسرق الايثيريوم اللي فيه، وده شغل الناس اللي مختصه بالهاكينج. اما الجزء الثاني او الوجه الثاني اللي احنا عملنا تيست ازاي نتاكد ان السمارت كونتراكت شغال بطريقه صحيحه. السيناريو الثالث بقى اللي احنا عايزين نعمل تيست للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر دوت اللي هو هجم بيه على السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. عاوزين نعمل الموضوع دوت في تيست بحيث انك تقدر تعمل سيموليشن لعمليه هاكينج من غير ما تدفع رسوم او تدفع جاز فيز، بحيث ان الموضوع لو تم معاك بطريقه صحيحه ممكن بعد كده تخاطر وتدفع الجاز فيز. او انت محتاج مثلا تعدل، مش محتاج كل شويه تعمل مثلا كل الفانكشن اللي هي موجوده على بلوك تشين المين بلوك تشين وتدفع جاز ورسوم. لا، انت تعمل تيست او تعمل محاكاه، الموضوع تمام هتنقله للمين نت. هنتعرف على الكلام دوت في المحاضره الجايه.